صباح الفل على حضراتكم واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم من المدرج، اولى حلقاتنا بعد ايام العيد، وكل سنه وحضراتكم بخير. حلقه النهارده فيها كلام كتير مهم، هنتكلم عن منتخب مصر وكمان هنتكلم عن النتائج اللي صدمتنا في افريقيا. بس خلينا ابدا معاكم بخبر صعب شويه على اي اسماعيلاوي، خبر صعب جدا على الاسماعيلاويه. بص يا سيدي، الموضوع مش مجرد نتائج وحشه بيمر بيها النادي، لا الموضوع كبر وبقى أزمة فعلا في النادي. وقف قيد جديد للنادي الإسماعيلي بسبب مستحقات حمدي النقاز، حوالي 470 ألف دولار. والفيفا حكمت بوقف القيد. يعني ببساطة كده مفيش صفقات جاية لا الصيف ده ولا الشتاء. المشكلة ان كان في كلام قريب ان الازمة هتتحل والنادي يجيب كذا صفقة ويبدأ يقف على رجله، بس القرار ده رجع الدنيا لنقطة الصفر. فدلوقتي السؤال اللي بيطرح نفسه، الاسماعيلي رايح على فين؟ وفي حل قريب ولا الموضوع دخل في الأسوأ؟ معانا مكالمة تليفونية. آه كابتن محمد يوسف. يا كابتن، السلام عليكم. ازاي حضرتك كابتن محمد؟ ازيك يا كابتن، عامل ايه؟ اخبار حضرتك يا كابتن محمد؟ الحمد لله والله تمام. طمنا على حضرتك. الحمد لله والله كله تمام زي الفل. ايه الاخبار؟ كله بخير؟ كله الحمد لله تمام. حبيبي يا كابتن، يعني عايزين ناخد رأي حضرتك كده فيما يدور في الكورة في مصر. والله الكوره في مصر مش حلوه خالص. طب ليه كده بس يا كابتن؟ داخل لي ليه في الاول كده الكورة وحشة على طول ليه كده؟ والله احنا شايفين المستوى بتاع معظم الفرق المصريه، حتى في بطوله افريقيا حتى لسه الثلاث فرق المصريين اللي انا مش بيمثلوا. سامعك كويس يا كابتن، يعني ممكن تعلي صوتك شوية؟ الثلاث فرق اللي بيمثلوا مصر، سواء الاهلي او بيراميدز او المصري، شايفين كلهم طلعوا من بطوله افريقيا من دور الثمانيه. فشايفين المستوى البائس للكرة المصرية يعني. طب ايه السبب، ايه السبب الخروج يا كابتن؟ ويعني ليه احنا وصلنا ان احنا دلوقتي الفرق الكبرى في مصر ان هي بقت بتخرج بالطريقه السهله دي من افريقيا؟ والله في كذا سبب كتير، يعني في أسباب كتير قوي، ومش بادئة من دلوقتي، احنا بقالنا فترة في المستوى ده يعني. مم. أولا قانون الرياضة لازم يتغير. أنا شايف إن قانون الرياضة لازم يتغير. أنا شايف إن الأندية الشعبية دي كلها القانون الرياضه لازم لازم يتغير. ترجع تنافس تاني. الجمهور لازم يرجع يملى المدرج كله عشان اللعيبه تحس يا كابتن محمد، يا بالضغط كابتن ده. محمد، انت بتقول لي قانون الرياضه لازم يتغير. هو قانون لازم. الرياضه اللي خرج الاهلي من افريقيا ولا اللي خرج بيراميدز ولا اللي خرج ولا اللي خلى المصري يتعادل؟ مش لا، في ما هو فرق ما هي بتلعب في ارض الفكره الملعب كلها، احنا والفرق اللي احنا مش خرجتها دي بنتكلم زيها عن الثلاث بالظبط يا فرق كابتن. اللي طلعوا السنه دي. احنا بنتكلم عن ان احنا بقالنا فتره الدوري مش احسن حاجه. احنا شايفين الدوري السعودي احنا بقى سابقنا بقد ايه. مم. اه، احنا الاول في المنطقه العربيه. الناس كلها كانت بترجع تتفرج علينا. احنا في دلوقتي ناس كتير قوي من الشعب المصري ما بقوش بيتفرجوا على الدوري المصري خالص، كله بقى بيتجه للدوريات الاوروبيه. بس الدوري ما السعودي فيه بقاش. مشاكل برضه يا كابتن، يعني الدوري السعودي برغم الملايين اللي اتصرفت عليه، انا بعتقد ان هو بينافس الدوري المصري مازال، رغم ان مفيش ملايين بتتصرف برضه زي ما اتصرفت في الدوري السعودي. تمام ماشي، ما عشان مستوى اللعيبه برضه. تمام، يعني ما هو اللي معلي برضه الدوري لو السعودي بصيت كله للكواليتي يا فندم، المحترفين اللي لو موجودين. بصيت للكواليتي هم عندهم رونالدو، معلش يعني مع احترامي ليك، النصر بيعاني، صح ولا ايه؟ اكيد اكيد طيب، اكيد. فانما احنا باقل الامكانيات بقينا بنخرج بماتشات هايله، بقينا في فرجه، يعني الدوري المصري مطلوب برضه. اكيد انا الدوري مش المصري بدافع، مطلوب انا مش اكيد. بدافع والله، ومش عاجبني حال الكوره برضه، يعني فاهمني، ونفسي هي نتغير. الفكره برضه نفسي، ان هو برضه انا لازم نفسي ما شويه اتفرجش على تظبيط اوروبا عندنا. واتفرج على مصر يعني. شويه تظبيط هنرجع تاني. احنا برضه اول الدوريات الموجوده في المنطقه العربيه. امم دي حقيقه. طب تفتكر الكلام ده شويه. بيأثر على المنتخب؟ اه طبعا المنتخب ربنا يكون في عونه بصراحه. حسام حسن عنده مهمه ثقيله خالص، ثقيله. النهارده هنتفرج عليه في ماتش السعوديه الودي، وعنده ماتش اسبانيا.
ربنا يستر. شايف ماتش السعوديه ازاي يا كابتن؟ والله يا حسام حسن، المشكله ان احنا عدد المحترفين اللي بره قليلين، يعني ما فيش غير عمر مرموش بيلعب في مانشستر سيتي، محمد صلاح بيلعب في ليفربول، وشايفين محمد صلاح متأثر السنه دي ازاي، مستواه مش زي السبع سنين او الست سنين اللي فاتوا. احمد حجازي بيلعب في الدوري السعودي. مفيش عندنا محترفين كتير، والمشكله كلها في مستوى اللعيبه اللي موجوده. ربنا يكون في عونه. طب ايه رايك في هيثم اتمنى ان هو حسن؟ يعمل حاجه هيثم في كاس حسن ممكن العالم. يبقى مفاجاه؟ نعم، هيثم حسن ممكن يبقى مفاجاه النهارده؟ ممكن يبقى مفاجاه. اه والله السعوديه بقى لنا كام مره كده كعبها عالي علينا. اتمنى يعني، بس حسام حسن انا واثق فيه يعني. انا بكلم حضرتك على اللاعب هيثم حسن المنضم حديثا للمنتخب. هيثم حسن بتاع ريال اوفيدو. ممكن يبقى الجناح مفاجاه اليمين اللي النهارده يلعب مكان محمد ونشوفه. صلاح النهارده، ممكن يلعب مكان محمد صلاح النهارده. والله لعيب كويس. اتمنى له ان هو يتوفق معانا مع المنتخب ويقدم مستوى حلو، واعتقد ان دي فرصه لهيثم حسن قبل ما تبقى للمنتخب مصر. دي حقيقه. بس انا متبشر بخير يا كابتن. طبعا اكيد فرصه ليه كبيره، يعني عشان خاطر على الاقل هو بيلعب في ريال اوفيدو دلوقتي. اعتقد ريال اوفيدو دلوقتي من الفرق تقيله المهدده جدا للهبوط في في الدوري اسبانيا. الاسباني. فاعتقد فرصه كبيره ليه ان هو يتشاف، حتى يبقى فرصه ليه ان هو ينتقل لفرقه ثانيه اكبر. واحنا شايفين هو اي لعيب بيجي يلعب مع منتخب مصر الموضوع بيفرق معاه ازاي في الانتقالات، او ان هو يروح دوري اكبر او يروح فرقه اكبر. يعني الموضوع انا شايفه احسن لهيثم. مش اي نعم، هيعود علينا برضو على منتخب مصر ان احنا كسبنا لعيب محترف بيلعب في الدوري الاسباني، بس اعتقد المصلحه الاكبر لهيثم يعني. هيعوض غياب صلاح؟ مين؟ هيعوض غياب صلاح النهارده؟ ممكن. هو لعيب كويس، لعيب سريع، محاور، مهاري كويس. فاعتقد ممكن يشارك لبعض الوقت، لان حسام حسن مش من النوع اللي هو انا اتمنى ان يعني كابتن حسام حسن يستغله كويس الصراحه. عنده اللعيبه بتاعته أتمنى. واللي بيعتمد عليهم، يعني اللي واثق فيهم. اتمنى الكابتن حسام حسن. بشكرك يا كابتن، بشكرك. نخرج لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن المنتخب الوطني. نراكم تاني بعد الفاصل. مادام بقى الماتش الجاي مع السعوديه لازم نشوف هنعمل ايه مع السعوديه. معانا الكابتن زيزو مدرب باكاديميات في السعوديه. يا كابتن زيزو، السلام عليكم. ازي حضرتك يا كابتن؟ وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. جينا في ملعبك يا كابتن اهو. يا كابتن زيزو، معاك ازاي؟ انا الصوت واطي شويه يا كابتن. مع حضرتك يا زلمه، مع حضرتك. بقول لحضرتك جينا في ملعبك خلاص بقى، مصر والسعوديه. تمام. تقييمك ايه لاختيارات الكابتن حسام حسن؟ بص يا كابتن، هو مصر والسعوديه، منتخب مصر والسعوديه اتقابلوا قبل كده 8 مباريات. النهارده المباراه التاسعه. تمام. انا سامع حضرتك كويس. 5 مباريات، والمنتخب السعودي فاز في مباراتين وتعادلوا في مباراه واحده. تمام. احنا حاليا بالنسبه للامكانيات معاك يا استاذ. انا معاك، انا سامعك تمام. بالنسبه للامكانيات طبعا شايفين الدوري السعودي مقارب للدوري الاوروبي، وطبعا احنا مش هنبخس حق الدوري المصري، لان دلوقتي بيطلع لعيبه كويسه جدا من الدوري المصري تستطيع ان شاء الله ان هي تعمل اسم المنتخب مصر. تمام. النهارده طبعا احنا هنشوف منتخب مصر ومنتخب السعوديه في مباراه جميله جدا، وهنشوف الفرق النهارده بين شغل المنتخب السعودي وشغل المنتخب المصري. كابتن حسام حسن وكابتن هيزي رينارد مدرب المنتخب السعودي. تمام. النهارده ان شاء الله ممكن نشوف التشكيل بتاع المنتخبين. تمام. دايما انا الشناوي في حراسه المرمى. انا سامعك يا كابتن والله، انا سامعك بوضوح. هنشوف تشكيل ان شاء الله. كابتن حسام حسن بيبدا ان شاء الله بالشناوي حراسه المرمى، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه واحمد فتوح ومحمد هاني في الدفاع. خط الوسط مروان عطيه وحمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه. في الهجوم هيثم حسن اللي هو النهارده نتمنى انه يعوض غياب محمد صلاح. ده المفاجاه النهارده. بتاع الاصابه. تمام، اللي هو اصابه في مارس. وحمدي
لاعب ريال اوفيدي الاسباني، تمام. ومصطفى محمد وعمر مرموش، ويزيد طبعا محمد صلاح للاصابه على منتخب مصر. بس دي الاختيارات من وجهة نظر حضرتك انت. ايوه، ده وجهه نظري. تمام. اختيارات كابتن حسام حسن. تمام. ان شاء الله هو يبدا بالتشكيل ده، لانه التشكيل الانسب بالنسبه للمنتخب. هو ان شاء الله هو التشكيل يعني هو المناسب، بس هيبقى فيه تغييرات حاجات بسيطه يعني عشان برضو الناس ما تاخدش ممكن. التشكيل ان هو خلاص هو ده التشكيل، يعني هيبقى فيه تغييرات بسيطه يعني. تمام. تمام. بالنسبه للمنتخب السعودي انا عايز بقى تعلي صوتك فيها دي بقى يا كابتن. علي صوتك فيها دي يا كابتن. وحسن كادش بالنسبه لخط الدفاع، محمد كنو ومصعب الجوير وعبد الله الخيبري بالنسبه للوسط. معايا حضرتك سامعني؟ انا سامعك. وتركي العمار وفراس البركان وعبد الله حمدان. النهارده طبعا بيغيب عن منتخب السعوديه النجم سالم الدوسري للاصابه. تمام. والحمد لله ان هو بيغيب. يعني انا نتمنى له الشفاء العاجل طبعا، لعيب كبير قوي يعني. ما شاء الله. لا. فارق يا استاذ، فارق. لا نتمنى له الشفاء، لعيب كبير جدا ولعيب ممتاز الصراحه يعني. اي لعيب عربي، اي لعيب احنا بنتمنى لهم الشفاء العاجل يعني. بس هو يعني برضو احنا كنا عايزينه، يعني كنا عايزين نشوفه عشان نتفرج على مباراه قويه، لان يعني محمد صلاح النهارده جابه عاملين فرق طبعا في المباراه. طبعا يعني المباراه برضو هتبقى قليله يعني جماهيريا شويه. طبعا النهارده. لا وكمان ده الجمهور المصري هيفك الجمهور المنتخب السعودي. طبعا ده احنا كام مليون يا كابتن. طبعا ازاي. لا النهارده ان شاء الله نتفرج على مباراه قويه جدا من جانب المنتخبين. اتمنى طبعا المنتخب السعودي الشقيق يعني اتمنى طبعا اشقائنا السعوديين طبعا كلهم كل الاحترام، بس احنا حجزنا اكتر منهم يا كابتن. المصريين حجزوا اكتر منهم. بلدنا الثانيه. طبعا يا كابتن. طب عايز اخد حضرتك شويه لمباراه اسبانيا اللي جايه. والله المباراه دي برضه بتكون اكتر احتكاك. تمام يا زين. تمام. ان شاء الله يعني ممكن كابتن محمد صلاح يكون راجع من الاصابه ان شاء الله، وهنشوف مباراه قويه برضه من جانب المنتخب المصري، لانها فيها تحدي، علشان احنا داخلين دلوقتي على على مباراه كاس العالم، لان السعوديه في المجموعه الثامنه مع اسبانيا واوروجواي وراس الاخضر، ومصر المجموعه السابعه مع بلجيكا ونيوزيلندا وايران اللي لسه ما اتحسمش اشتراكها في ظل الحرب القائمه بين امريكا واسرائيل وايران. تمام. احنا دخلنا عاملين المباريات دي مباريات قويه جدا بصراحه بالنسبه لمنتخب مصر. ان شاء الله بيحاول كابتن حسام حسن نوصل لافضل تشكيل علشان نخوض بيه مباراه كاس العالم، وان شاء الله هيكون لنا دور في كاس العالم ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. بشكرك. المنتخب السعودي ان شاء الله برضه ان شاء الله. اكيد المجموعه بتاعته باذن الله. اكيد. اشكرك يا كابتن ونورتني. بشكرك. معانا برضو استكمالا للحديث عن المنتخب، معانا الكابتن سامي موسى. يا كابتن سامي. السلام عليكم. ازاي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا كابتن؟ كابتن الله يخليك. اخبار حضرتك يا كابتن؟ اتفضل. يمكن انت كنت معايا من الاول كده، وعايزين نستكمل بس الحديث عن المنتخب الوطني، ويمكن سالت اللي قبلك يعني عن اختيارات الكابتن حسام حسن. ايه راي حضرتك؟ والله الكابتن حسام حسن هو المتحمل المسؤوليه. تمام. وده وجهه نظره. تمام. بس ماتش مهم النهارده في شغله، عشان لما يحصل اي حاجه بقول مسؤول. تمام. ما حدش يضغط عليه، يعني يسيبوه براحته، لان احنا كنا من سنتين بنطالب ان الكابتن حسام يجي يدرب المنتخب. اكيد. والدوله استجابت، والناس استجابت، واتحاد الكره استجاب، والدوله استجابت، وجابوا الكابتن حسام حسن اللي كانت كل الناس بتنادي بيه. تمام. فاحنا نسيبه يشتغل، ده شغله هو، دي وجهات نظر. كل مدرب ممكن يجي تلاقيه مثلا لعيب بره التشكيل دوت، ولعيب بينزل مكان دوت، كل واحد ليه وجهه نظر، وهو الكابتن حسام المسؤول دلوقتي. فاحنا نسيبه براحته ونسيبه يشتغل، واحنا بعد كده بعد ما يخلص نحاسبه. انما مش هنحاسبه دلوقتي، هو لسه بيستعد وبيجهز الناس وبيجهز لعيبه. واحنا عندنا مشكله كبيره برضه يا كابتن. ايه هي يا كابتن؟ لعيبه المنتخب مصر، يعني اللعيبه اللي تروح المنتخب مستواها نزل. يعني النادي الاهلي طلع من افريقيا، المستوى نزل. دي حاجه تحزن. بيراميدز برضه اللي كان بطل افريقيا الموسم اللي فات برضه المستوى نزل وطلع من بطوله افريقيا. فالاختيار بتاع كابتن حسام حسن يعني المساحه مش كبيره عنده عشان يقدر يختار لعيبه كتير ولاعيبه مميزه. اللعيبه المميزه قليله جدا.
طب زائد إن إحنا عندنا بالنسبه مشكلة. للخروج من مشكلة افريقيا إيه؟ إن اتحاد الكورة المفروض يعمل قرارات زي اتحاد كرة اليد. اتحاد كرة اليد عمل قرارات من 10 15 سنة. كابتن حسن مصطفى خلى منتخب مصر في كرة اليد من 7 الكبار في العالم. تمام. احنا مشكلتنا هنا في مصر الانديه الكبيره اللي معاها فلوس بتشتري لعيبه وتقعدها على الدكه. طب يا كابتن انا بسال حضرتك سؤال تاني خالص يا على كابتن. الدكه ما بتلعبش مش ظاهره، فالكابتن حسام هيعمل ايه؟ يا كابتن سامي القماشه مش كبيره، القماشه مش كبيره، الناس محدوده. تمام يا كابتن. بدليل هو خد الناس اللي هي مستواها قليل، خدهم لان ما فيش غيرهم. يا كابتن سامي انت سامعني طيب؟ 7 كويس. انا بسال حضرتك في سؤال تاني بس عشان ما نخرجش بره عنه، ان هو شايف خروج الانديه الكبرى في مصر من افريقيا هيأثر على المنتخب؟ اكيد طبعا. اللعيبه طبعا نفسيا متدمره ومتضايقه وزعلانه، والجماهير بتاعتهم ضغط عليهم. كل الانديه ديت اللي هي طلعت زي النادي الاهلي طبعا ضاغطين عليهم ان هم طلعوا المستوى في النازل. فاللعيبه برضه عاوزه فتره ثانيه عشان ترجع يعني. وكابتن حسام ان شاء الله يعني يقدر يقعد معاهم ويكلمهم نفسيا ويرجعهم ان شاء الله، عشان ده كاس العالم دوت يعني اعلى حاجه في الكوره وفي العالم هو كاس العالم. فكل واحد من اللعيبه ديت يجهز نفسه انه يظهر نفسه للعالم كله ان احنا عندنا كوره ومصر موجوده ومصر تقدر تنافس. وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله. وكابتن حسام حسن يعني العامل من وجهه نظرك العامل النفسي مهم جدا في الماتشات طبعا. دي، خاصه ان في استفاده كبيره من الماتشين الجايين اللي هو السعوديه واسبانيا. يطلعوا كده من الزعل اللي هم فيه والمستوى اللي كانوا فيه. ده دور مهم جدا للجهاز الفني. واللعيبه تظهر تاني ويبقى عندهم كاس عالم، عندهم حاجه جديده يقدروا نفسه عليها. فان شاء الله يعني خير وربنا يكرمنا ان شاء الله. النهارده ماتش السعوديه. السعوديه فريق كبير وعندهم محترفين طبعا من العالم كله، فبيستفادوا منهم وبيلعبوا مع فئه عاليه في الكوره. فطبعا مصر يعني تركز في الماتش ده كويس ان السعوديه فريق قوي. طيب بالنسبه بقى ان اللعيبه اللي انت دخلتني في الكره العالميه، متوقع ماتش اسبانيا يبقى ازاي؟ ماتش اسبانيا دوت ده الواحد يركز على جامد لان اسبانيا ديت ده اركن ايه ده اهم حاجه. مصنفه من اول عالم، بطله اوروبا. ماتش هيكون صعب. لازم يعني اللعيب بتاعنا يلعب بقى بروح وبغيره عشان يقدر ينافس الناس ديت، على الاقل نطلع بنتيجه كويسه. انت بتلعب بطل عالم وبطل اوروبا وفريق يعني مصنف عالمي، فلازم احنا نخلي بالنا من النتيجه بالذات يعني عشان ما يبقاش ضغط علينا. اللعيبه تلعب بغيره وروح وتثبت نفسها ان تقدر تنافس على الاقل، حتى يعني نتعادل، مش لازم نكسب ولا حاجه. ليه نتعادل؟ ده مباراه وديه وانا افرض ايه المانع ان انا افرض ادائي وهو يفرض اداؤه؟ ده ماتش ودي يا جماعه، يعني ايه المشكله ان احنا نستفيد؟ ليه الالتحامات يعني الاوروبيه دي لابد منها؟ يعني احنا خلاص محمد صلاح ادانا امل ان احنا مفيش فرق بيننا وبين الناس دي خالص. يعني ايه المشكله ان احنا افرض سيطرتي، افرض ادائي؟ محمد صلاح اشتغل على نفسه. المشكله اللي عندنا اللعيبه بتنزل تبقى في رهبه. لا خالص اطلاقا. ده يا فندم ده هم اللي يبقى عندهم رهبه. احنا عندنا صلاح وعندنا هيثم حسن وعندنا مصطفى محمد، هم اللي يبقى عندهم رهبه مش ومرموش. المفروض طبعا عندنا 3 لعيبه محترفين. انت بتتكلم في ايه؟ ده محمد صلاح دلوقتي اغلب الانديه في اسبانيا مديله عروض. يعني احنا مش عايزين نتكلم في الموضوع ده. طبعا كابتن محمد صلاح تاريخ، عمل تاريخ لنفسه. فالمباراه سهله جدا من ضمن الناس اللي هي مصنفه في العالم. فكابتن محمد صلاح طبعا ربنا يوفقه في اللي جاي ان شاء الله، وان شاء الله يكون في كاس العالم يعمل حاجه لمصر ان شاء الله وربنا يكرمه ان شاء الله، ومنتخبنا يشرفنا في كاس العالم باذن الله باذن الله. مباراتين مهمين يا كابتن، مباراتين مهمين ونتمنى الخروج منهم بالصوره افضل تليق بالمنتخب الوطني. بشكرك يا كابتن، بشكرك. طيب مباراتين مهمين جدا، مباراتين لابد الالتحام القوي فيهم، لابد ان الكابتن حسام حسن يفرض سيطرته، لابد ان الكابتن حسام حسن يقول كلمته. انت منتخب مصر، انت عندك صلاح، عندك مرموش، عندك هيثم حسن، عندك لعيبه برضو محليه قويه جدا، عندك زيزو، عندك امام عاشور. اتوقع ان شاء الله ان المنتخب يعمل حاجه في المباراتين دول. مباراه منتخب السعوديه مباراه احنا دارسين كويس، دارسين شايفين الدوري السعودي كويس، دوري بيعتمد على السرعات، دوري بيعتمد على الالتحامات. فاتمنى الكابتن حسام حسن يبقى ملم بالمواضيع دي. مباراه اسبانيا مباراه مهمه جدا، مباراه عالميه. اتوقع المنتخب المصري هيعمل حاجه في المباراتين دول. بشكركم، كنت معاكم ايمن هاشم من برنامجكم
من المدرج. اشوف حضراتكم على خير.